محرر التجويد والمواقف وما الذي أقسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها وحكم تنوين ونوني بالفاء إظهار لإدغام وقلب لإخفاء فعند حرف الحلق أظهر واستغم في اللام والراء لا بغنة اللازم وأدغما بغنة في يمين إلا بكلمة كالدنيا عنوان والقلب عند الباب غنة كذلك فلدى باقي الحروف أخذا والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم من جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا ورحمة الزخرف بالتدبر زعرافير منه ذيك في البقرة نعمتها ثلاث نحل إبرام معا آخرة العقود الثانية لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تعليم معصية بقد سامع يخص شجرة الدخان سنة فاضري كل أموالا فاري وحرف غفير أوراق عين جنات في وقعت فطرت بقيت وابنات وكريمة أوساط الأعراف وكل مقدار جمعا وفردا فيه بالتاء عرف جزاكم الله خيرا. هذه أدوما يتسيهن قبل علمي marka la soo duudubo quraanka iska hagaajiyay macnihiisu yahay ayay loo akhriyeen. jazakumullahu khayran. waxaan ku xigsiinayaa mawduuc ku saabsan martabada iyo darajada ay ku leedahay gabadha muslimadda ee islaamka oo lagu jeedinayo lecture carabiya oo ay noo akhriyi doonto ardayad ka mid ah ardayda Sumaya Maxamed Xaaji Cali. فلتتفضل مشكورة مأجورة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد أنا أحييكم جميعا بتحية أهل الجنة وهو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد أقول كلمة وجيزة مختصرة عن مكانة المرأة المسلمة في الإسلام لأنه موضوع مهم جدا كثر عليه القيل والقال. الإسلام رفع منزلة المرأة وأكرمها لا كما يديره أعداء الإسلام اليهود وغيرهم ومما يدل على فضل المرأة أن الله تعالى أنزل سورة من القرآن الكريم من أطول سور القرآن وتسمى سورة النساء وليس في القرآن سورة تسمى سورة الرجال كما ترى سورا أخرى مثل سورة المجادلة والمجادلة هي خولة بنت ثعلبة وسورة مريم